مرحبا بكم. على بالكم انا كي نكون تعبان ولا زعفان نتفرج في جيلاني الرعد. على بالكم السيد هذا قال لكم كنا ناكلوا في الزموج اللي مذبوح عنده 20 سنه، لازم تاكلوا كي ذبح يبقى 20 سنه باش ناكلوه. معناتها هو كما كان في عمره 30 عام، معناتها ذبحوه له كما كان في عمره 10 سنين، على بالهم بلي راح يولي جيلاني الرعد راح يدخل الجيش. صح، ولي ذبحوها له هو في عمره 30 عام ياكلها بعد ما يولي في عمره 50 عام، ديجا صايد التقاعد تاعو. يا جماعة هذا يقولوا الكذب الواعر هذا. خليكم عجيلة جيلاني الرعد وما تنسوناش اشتراك في القناة ولايك للفيديو. هذا هو خطير جدا واللحوم ديال القاموس. ويكون على في العلم ديالكم على انه القاموس كان كيجينا من استراليا. القاموس راه كيوزن 4 الاطنان 5 الاطنان 4 الأطنان في القاموس. وهذا القاموس هذا هو خطير جدا، اللي ما يعرفش اللي ما يكونش واخد عليه معلومات. هو في حد ذاته خطر جدا. يعني اولا كيكون مذبوح اكثر من 20 سنه. هادشي اللي كنسمعوا عليه. وي باش تقدر تاكلو، حتى ما تقدرش تاكلو منين يكون جديد عنده عام ولا عامين. خطير جدا، خطير اللحم ديالو باسكو مجهد بزاف اكثر من الجمال، اكثر من البقري اكثر. وهذا بالتجربه ديالنا السنين الطويله كامله. انا قاعد تقريبا ملي دخلت للجيش وانا كنضرب غير القاموس. خاصو يكون مذبوح ب 20 سنه، خاصو يكون من 20 سنه الفوق. هو فيه بروتينات كثيره بزاف، ومنين كناكلوه مثلا الا كليناه في النهار في الوجبه ديال الغداء يعني كتستغنى باش تاكلو في الليل. لا كتستغنى باش تاكلو في الليل.